الشاب خالد ملك الراي كيتمنع باش يدخل الجزائر، واللي كيعرفوا الشاب خالد من الجزائريين مغاربه توانسه مصريين ولا ناس في العالم كامل بانه جزائري تزاد في وهران في 1960. السيد عنده بزاف ديال الاغاني، السيد كيتسمى بملك الراي. اخر مره مشى فيها الجزائر كانت فاش ماتت الوالده ديالو، ومن تما تمنع منعا كليا باش يدخل شي نهار الجزائر. وهذا الشيء كامل علاش؟ لحقاش عنده علاقه زوينه مع المغرب، وانتم راكم عارفين اي حاجه فيها المغرب فراه الجزائر كتمنعها. غير مؤخرا شافوا جزائريين اللي هما كيشاطيو مع مغاربه في الفيسبوك، شدوهم وحطوهم تحت الحراسه النظريه وتعتبروا بانهم خائنين للوطن. باش تعرف هذا النظام العسكري فين وصل، ونساو بان السياسه راه ما بقاتش عسكر ومضاربه وحروب، لا السيف وركب على عود وسير تقاتل، ولكن السياسه هي تقاد البلاد ديالك، السياسه هي دير علاقات خارجيه مع دول الكبار وواصلين باش تقدر تنمي البلاد ديالك وتقدر يعني توصل البلاد ديالك وتخرجها من دول العالم الثالث. خلينا في الشاب خالد باش ما نهربوش بزاف من الموضوع. مهم مؤخرا ناضت عليه ضجه، وفاش داروا استجوابات وريبورتاجات مع مواطنين جزائريين كاملين خرجوا في الشاب خالد وكاملين داروا فيه، مع العلم بان الجزائر كانت كتفتخر بان عندها شي واحد مغني ولا فنان ديال الراي اللي وصل للعالميه. الشاب خالد ما خلى فين غنى، في امريكان في اوروب كامله، العالم كامل كيعرف الشاب خالد، وكاين بزاف ديال الاغاني ديالو اللي ترجموا لبزاف ديال اللغات. وحنا كمغاربه واخا الشاب خالد جزائري، فضيل، بلال، حسني، كاملين كيعجبنا الراي الجزائري، وكنعترفوا بان ما كاين ما احسن من الراي الجزائري. وعندناش مشكل حيت ما كندخلوش الفن، ما كنربطوش بالسياسه ولا ما كنربطوش السياسه بالرياضه، كل حاجه والمكانه ديالها. ولكن الشعب الجزائري كامل تفرقع على الشاب خالد، وهذا الشيء كامل علاش؟ حيت الشاب خالد في واحد السهره هز الرايه المغربيه، وفي واحد الحوار كان داروا الشاب خالد شحال هادي قال الصحراء مغربيه. مع العلم هو راه قال غير الواقع، وراه كاينين بزاف ديال الجزائريين اللي كيعترفوا بان الصحراء مغربيه، ولكن ما يقدروش يقولوها في الجزائر. غير اون فوا كيخرجوا من بلادهم فراه هما كيقولوا الحقائق وكيعترفوا بكاع داكشي اللي كاين، وما حملوش حتى على حاجه اخرى. علاش الشاب خالد ينوض ياخذ الجنسيه المغربيه؟ انا اللي ما فهمتش، كاين بزاف ديال الفنانه منهم نيت الشاب بلال اللي عنده جنسيه جزائريه وجنسيه فرنسيه، مع العلم داكشي اللي دارت فرنسا في الجزائر كانت مستعمراها ل 120 سنه، قرن وزماره صاحبي. وفي الاخر ما عندكمش المشكل، واخا الشاب بلال ياخذ الجنسيه فرنسيه فراه كيبقى جزائري، ولكن الشاب خالد اللي خد الجنسيه المغربيه فراه ما عمره ما غيدخل البلاد. بغيت غير نعرف كيفاش فكرتوا نتوما في هادشي، اشنو السبب اللي خلاكم تمنعوا هذا وتخليو هذا، مع العلم بان الجثث ديال جدادكم والجماجم ديالهم بقى حاليا فرنسا، مع العلم بان فرنسا قتلات كيف ما كتقولوا بلد المليون والنصف مليون شهيد، وفي الاخر كتعترفوا بفرنسا والبلاد اللي في الجوار ديالكم، المملكه اللي عاوناتكم فاش كنتم مستعمرين، المملكه اللي كانت كتدعمكم فاش كنتم مستعمرين من طرف الفرنسيس، العسكر ديالكم ديال الجزائر كان كيجي كيتريني في مراكش باش يقدر يمشي يتحارب مع الفرنسيس، وقفنا معاكم. ومام عندنا حتى الطرف ديال الارض ديالنا اللي هي الصحراء الشرقيه، هي نتوما دابا حاليا كتستافدوا منها، حيداتها فرنسا وعطاتها لكم اللي هي بالشار وتيندوف. وفي الاخر انا باقي لحد الساعه بغيت غير شي دليل ولا شي حاجه اللي هي ملموسه اللي غنقتنع بها بان راه فريمون المغرب راه دار لكم شي حاجه. اشنو دار لكم المغرب؟ هادشي اللي بغيت نعرف. وكنخاطب الناس ذوي العقول المتفتحه والنيره، ما كاين لا السبان والمعيور داكشي. حنايا كنتحاوروا، قول لي غير علاش، قنعني علاش ما نبقاش ندوي انا كاع على هاد لي سوجي هادو. ولكن اين فوا كتخرجوا شي لعيبات على المغرب وداك الشيء راه حاجه عاديه باننا غنخرجوا غادي نردوا عليكم. اجي نسمعوا شنو قالوا الجزائريين في الحق ديال الشاب خالد، وعلاش ما بغاوش يدخل البلاد، ونرجعوا نكملوا من بعد. بلاد ماتوا عليها الشهداء، وإلا كان عنده بلاد واحده اخرى يروح، ما كان لهنا الشهره تاعو، الشهره طيح كي انسان يخلص كما يقولوا يهضر هضره على الوطن هذا، عجل راه هضر اون جينيرال. يا خويا الا نفعته المروك يروح، نعم بو الشهره تاعو. الجزائر اللي طلعته بفضل المواطنين وبفضل المحبين ليه هما اللي طلعوه. دونك ما بين عشيه وضحاها نشوفوا باللي الشاب خالد يقول باللي انا انتمي الى المروك،
على بالنا بلي عنده دوبل ناسيوناليتي، مي الجزائر هي اللي طلعتك وهي اللي صنعت منك، وكيما طلعتك انت تنجم الجزائر تصنع شاب خالد واحد اخر وامثالك، وهذه بلاد تاع 1.5 مليون شهيد. بائعي ضميرهم وبائعي هويتهم وبائعي تاريخهم وشعبهم، لذا نقول لهم تهيئوا واعتدلوا في ضمائركم وارجعوها حية، لأن الشعب الجزائري ومجاهديه وثورته لن يكمن في الشاب خالد أو فضيل إلى غير ذلك، بل يكمن في الهوية الوطنية والجزائريين الأحرار. جميع إنسان وماكر أصله يا خويا بينه وبين الاخر، بصح يا اخو ما حنا ما نسحقوا حتى واحد، وماذا بينا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد، هكذا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد. خاش الجزائر كبيره وعريضه وعندنا ناسنا، عندنا مطربين وعندنا ما يخصنا والو. شوف اصاحبي، شوف الاعلام الجزائري كيفاش كيلعب بالعقول ديال الجزائريين. اصاحبي هذاك راه فنان، هذاك راه فنان جزائري قبل ما يكون مغربي، هذاك راه غير خدا الجنسيه المغربيه وكيعترف بديك القضيه ديال خاوه. ياك نتوما من شحال هادي نتوما كتقولوا خاوه فينا كتقولوا خاوه غير باش تبينوا بانكم راه نتوما مزيانين، ولكن في الواقع وفاش كيطراو مشاكل ولا شي حاجه بيناتنا ما كتبقى ديك الساعه لا خاوه. شفتوا لافير اللي طرات في السعيديه ديال دوك الجدراري اللي قتلوهم، شفتوا كاع الابتزازات وداك الشيء اللي كان كيديروا الجزائريين فاش كانوا مغاربه كيمشيو يلعبوا عندهم، مثلا في كاس العرب للفتيان ولا في البطوله الافريقيه. شفتوا كيفاش ناضوا الجزائريين كونوا فرقه ما بين عشيه وضحاها ديال بوليزاريو وجابوا لعبوها في الجزائر الوقيته اللي لعب فيه المغرب. الور فاش كتجيو نتوما فراقي ديالكم مثلا في شامبيونز ليغ ولا في كاس الاتحاد الافريقي وكيجيو يلعبوا في المغرب، سيروا سولوهم اصاحبي، سولوهم كيفاش كنتعاملوا معاهم، سولوهم كيفاش كنأمنوهم من المطار فاش كيحطوا رجليهم حتى اللوطيل اللي غادي ينزلوا فيه. سولوا الجزائريين اللي كاينين حاليا في المغرب، راه ديغنيغمون جاو جوج جزائريات للمغرب، راه هما جايين من تما جايين خايفين، كيقولوا لنا راه نحطوا رجلنا في المغرب غيعرفوا الجزائريات غيتعداو علينا غيديروا غيفعلوا. علاش؟ لحقاش نتوما ركبتوا في الشعب ديالكم الرعب، ركبتوا في الشعب ديالكم بان المغرب هو العدو واللدود ديال الجزائر. السيد عايش في وهران تيلمسان، راه شحال هادي فاش كانت الحدود مفتوحه راه كانوا البلدان بجوجهم بحال راه كاينين الناس دابا حاليا اللي مزوجين بجزائريات وكاينين جزائريين اللي مزوجين بمغربيات، وان فوا تغلقوا الحدود ما بقاوش يقدروا العائلات يتواصلوا مع بعضياتهم. يعني فاش كانت الحدود مفتوحه راه كان هذا كيدخل عند هذا والاخر كيمشي عند الاخر. وهران لا تيلمسان راه طبعوا بالتقاليد المغربيه، راه داكشي علاش حاليا في تيلمسان راه نهار كان جا جو حطاب ودار هذاك الروبورتاج اللي نتوما ما حملتوش، راه هذوك الطواجن اللي شاف والماكله اللي شاف تما في تيلمسان راه هي داكشي مغربي. علاش؟ حكت دوك الناس طبعوا بالتقاليد المغربيه، يعني حاجه عاديه. فين كاين المشكل؟ ولا نتوما عندكم اي حاجه راه هي ديال المغرب كتبغيو تنسبوها لكم ولا ما تنسباتش لكم كتنوضوا صاحبي تغوتوا. هذه بلاد اللي العمر ديالها قصير راه حاجه عاديه ما يكونش عندها تاريخ، حاجه عاديه ما يكونوش عندها تقاليد. هذا الشيء خليوه لي زاني الجايين 2150 2200 ديك الساعه باش تلقاو ما تعاودوا، ولكن ما يبقاوش فيكم الحال على داك الشيء اللي عاشوه الناس من شحال هادي. المغرب مملكه اللي هي عندها اكثر من 12 قرن، مصر بالتقاليد ديالها والاهرامات والفراعنه راه كانت امبراطوريه تبارك الله. تونس راه من اقدم الحضارات، راه فايته 34 قرن. نتوما دوله اللي حديثه اللي هي غير كيان حديثه الصنع من عند الدوله الفرنسيه، وما زلتم الان مستعمره فرنسيه، دونك ما كاينلاش غيبقى فيكم الحال. حنا راه كنقولوا الحقيقه، ولا بغيتوا الدليل قلبوا عليه راه كلشي واضح وكلشي باين. يعني علاش بلاد ولا علاش الشعب خلي مثلا الا كان مشكل سياسي وكان النظام العسكري كيحكم بهذه القضيه بان لا تعترف بالمغرب وحنا المغرب ما عندناش معاه، صافي دخلات المشاكل السياسيه. نتوما كشعب ما تهضروش بالطريقه على واحد اللي كان مثلكم، واحد اللي كان كيهز الرايه الجزائريه وكان كيفتخر بانه جزائري. ماشي لازم تهضروا عليه بهذه الطريقه هذه. حشومه انا كيبان لي زعما عيب وعار. اجي نشوفوا دابا ونسمعوا اشنو السبب اللي خلى الناس يكرهوا الشاب خالد واللي خلى الشاب خالد يتمنع من دخول الجزائر. علاش اوروبا دايرين اوروبا المتوحده؟ حنا علاش ما نديروش المغرب المتوحد؟ وراه عندنا مغرب، انا سافرت وشفت خويا، عندنا مغرب راه احسن من الكانيون تاع لاس فيغاس ولا احسن تاع تكساس ولا احسن من اسمح لي تروح لمراكش راك في الاي،
فهمت راك فلوس رجع ناس تغلل. تروح اسمح لي عزيزي خويا، تروح لطنجة راك عند صحاب الرجله وكل شيء هنا تاع الرجله تاع الجزائر. ولاك في واشنطن. شيكاغو. عندنا احسن جو بو لو دير، احسن مغرب، احسن بلد في العالم. فهمت؟ عندنا احسن صحراء، احسن طبيعه، احسن صحراء، احسن طبيعه، احسن بحر. اون بليس عندنا زيدك حاجه، عندنا وندوبل. تعرف علاش؟ باسكو حنا الجيري في لا ميديتيراني، المغرب عندكم زوج، راكم ميديتيراني ولا اطلس من جهه اخرى. تسمى ان شاء الله شي غادي نقول، ان شاء الله ربي يطول في عمر المغرب العربي الكبير. سمعتوا في الاخر شنو قال الله يطول في عمر المغرب العربي الكبير. يعني ما عمره ما قال ماشي ينتقد الجزائر، كيعترف بالصحراء المغربيه، عايش في المغرب، عنده دار في مراكش، وكيقول انا جزائري. انا ماشي مغربي، انا جزائري يا اخي. وما كيقولش لك انا نص جزائري ونص مغربي، كيقول لك انا جزائري وولد وهران، ولكن كتعجبني المغرب. وكيقول في الاخر الواقع والحقيقه. راه شحال من واحد خرج من عندكم من البلاد وحتى هو قال ديك الساعه الواقع، وقال فوالا راه شنو كاين، واجي نسمعوا بلسانه هو شنو قال بالضبط. ذكرت رضوان هذاك اللي خدمت معاه وهو من المغرب، يعني انت دائما كنت تنادي بالصداقه بين الجزائر والمغرب. يا اخي علاش كبرت في الخير وكبرت في الكرم اخويا. حنا سيرتو حنا الناس الغرب يعني كبرنا مغاربه. فهمت؟ كبرنا مع خوتنا المغرب، عايشين في الحدود يعني جيران وخوت، وعندنا تقاليد وحده وعندنا لغه وحده، حتى يعني العائلات متزاوجين بيناتهم. الله يعطيك الصحه، ورانا مليانه عائلات بيناتهم. يعني هو راه عاش من شحال هادي، راه سيد ماشي الله تزاد البارح. نتوما راه كتعرفوا شاب خالد احسن منا، يعني تزاد من شحال هادي فاش كانوا ديك الساعه الحدود مفتوحه، كيف العائلات عاشوا مع بعضياتهم. راه ما يمكنش ما بين عشيه وضحاها واحد عاش بواحد التقاليد وعاش وسط واحد العائله وعاش في واحد الجو، غتجي تقول لي تفورماطيه. سير اخويا دير ضرب غلف هنايا وفورماطيه فلاشي، ولا فلاشي انت الشعب ديالك كامل، باش اللي عارف حتى هو شي حاجه من شحال هادي ينساها، وبداو ديك الساعه صفحه من جديد. وبقاو دائما نتوما الصحراء الغربيه خاصنا نحروها. الور ميم راه السي عبد المجيد راه فاش طلع الامم المتحده خطب، راه كاع الناس الرؤساء ديال الدول راه كاع ما حضروا ليه كاع. وانت باش تمشي دير راه داروا فيه شحال من جزائري راه خرج دار فيه، يقول لي واش انت مشيتي للامم المتحده اللي هي فرصه ديال العمر غتلاقى مع الرؤساء ديال العالم كامل باش دير شراكات اللي غادي تنمي البلاد ديالك تجاريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، مشيتي كتضرب في المغرب مستعمره الوحيده اللي باقا هي الصحراء الغربيه، ومشيتي كتفوح على بنادم شي حوايج اللي هما ما كاينينش ديال مليار و300 مليون متر مكعب. وهو هادشي كامل غسمع المغرب بانه المغرب باغي يوصل في التحليه ديال المياه على مليار متر مكعب سنويا، هو باش يهرس زعما المغرب حيد ديك سنويا ويوميا. وكنا خليتي صاحبي في سنويا، حنا قلنا مليار، انت يقول ديك الساعه مليار فاصله 001، وديك الساعه انت فتي المغرب، ولكن خليها سنويا، هو مشى اليوميا، الوغ كل شي حاجه اللي هي ما كيتقبلهاش العقل. المهم انا راه ما فهمت صراحه علاش طرا هذا البلان لحد الساعه للشاب خالد. صراحه واحد ولد البلاد وكيعترف ببلادو بانها هي الجزائر، ما خصوش يطيح في مشكل بحال هذا. وتا لا طاح كيف ما قلت ما خص الشعب كامل يعني يدور فيه ويتقلب عليه، ولكن هذاك الشيء اللي داروا ليه الشاب خالد وحيت منعوه بانه يدخل الجزائر نفس البلان بحال الشكل ديال فضيل اللي هو تا هو عايش في المغرب. والجزائريين كيقول لك حنا ما عندنا ما نديروا بواحد اللي عنده جنسيه مغربيه، ومرحبا باي واحد عنده جنسيه جزائريه، جنسيه فرنسيه، جنسيه جزائريه، ولا اي جنسيه من باقي دول العالم ما تكونش عنده غير الجنسيه المغربيه. من مورا هادشي كامل داكشي على الشاب خالد غيغني لهم هاد الاغنيه الشهيره، اجي تسمع. 1 2 3 فيفا لي فاكونس. يا فيف لي فاكونس. بصراحه ما كرهتش الراي ديالكم، وسيرتو الجزائريين اش كتقولوا نتوما في هذا المشكل هذا؟ واش واحد جزائري اللي هو ما معاديش مع المغرب وغير عزيز عليه المغرب، واش ما عندوش الحق يدخل لبلادو الجزائر؟ ياك نتوما كجزائريين كتقولوا كنموتوا على بلادنا، كنموتوا على الوطن ديالنا،
بلد المليون ونصف مليون شهيد، راه حتى السيد جزائري، وتا السيد راه عاش في اليمات ديال الاستعمار، راه تزاد في 60 وانتم استقليتوا في 62. يعني كاين واحد الاثار ديال داك الشيء. عاش مع والديه، والديه راه عاودوا ليه اشنو كانت راه ديك الساعه. راه شخص راه ما يمكنش ليك تقطع عليه الصله مع بلادو، راه شي حاجه اللي بصح نيت صعيبه. شوف غير الناس كيهاجروا كيمشيو للغربه وديما كيبقى عندهم هذاك الارتباط، هذاك لاطاشمون بالبلاد ديالهم، بالتقاليد ديالهم. فما تنساش تخلي لي التعليق ديالك، وما كرهتش يكون بحياديه بعيد على اي حاجه سياسيه. هادشي اللي كاين الاخوان. فيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.